كل هذه المعلومات. نايف من الكويت. نايف تفضل. الو، السلام عليكم اخوي صالح. وعليك السلام. اول شيء، بعد اجتماع قمة جدة صار اجتماع روسي ايراني تركي، وقال في رسالته بوتين فعلى الدول الخليج تشتري منظومة S-500. الغرب، الاتحاد الاوروبي ودول الخليج تبي تدعم اوكرانيا، بس الرئيس الروسي موجه صواريخه على كل حلفاء امريكا واوروبا، يعني بكبسة زر ينتهي الموضوع. صواريخ باليستية بنووي. انا ادعو الاوكرانيين انهم ينسحبوا من اراضيهم، لان هذه ارض روسيه، وراح يزيد القتال الى 20 سنه. راح يضرب مصانع اوروبا، راح يضرب محطات الطاقه الخليجيه، نفط، راح يعفس الدنيا بوتين. طيب كيف أرض روسية عزيزي وهي ضمن حدود أوكرانيا المتعارف عليها دوليا والمعترف بها دوليا؟ أخ صالح، الاتحاد السوفيتي قبل 40 سنة هذه دول اشتراكية. لا انتهى الاتحاد السوفيتي، حدثني على روسيا اليوم. روسيا الحين تدري شنو صاير فيها؟ الحين في مواطنين هربوا من روسيا، طلعت روسيا الحين متعافية اقتصاديا سياسيا. الحين قاعد تجيها تقارير ان الدول الخليجية والعربية صافة ويا الامريكان والاوروبيين، هي قاعد تتحرك لضرب اوروبا. وبعدها اذا اي حليف في شرق اسيا من حلفاء امريكا هم ينضرب وراح تسيطر، كذلك ايران. نايف تود القول بأن روسيا لم تضعفها الحرب في اوكرانيا وما تزال قوية وتستطيع ان تهدد كل اوروبا؟ اخ صالح، الحرب مو نفس ايام قبل ستالين، الحين نووي، حرب اوبئة، ضرب محطات طاقة، ضرب الكيبلات النت، اقطع عنك كل شيء. بدام انت اتفقت ضدي وانا عندي نووي، سلاح وامال وغذاء وطب وكل شيء، انا مو محاصر، انا مو نفس ايران. روسيا، انت امام روسيا. نووي. نعم صحيح. كلها. شكرا لك نايف من الكويت، اشكرك. وهذا الحقيقة ما قاله بوتين منذ ايام، يقول بانه احنا عندنا ما نستحق، لسنا يعني